هلو هلو، وحشتوني كتير. هعمل معاكم النهاردة فرخة شيش بتاعة الحاتي. لو عملتيها بنفس الخلطة بتاعتي دي محدش هيعرف يفرق ما بينها وما بين اللي بتجيبيها من عند الحاتي. ومعاها بقى سلطة الحاتي الجامدة والصوص بتاعها اللي بيسمى اسم تاني كده. طبعا اللي بيحب السلطة دي يبقى عارف اسمه ايه. تعالوا بينا مع بعض نعمل الخلطة. نبدأ هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا بصلتين فرمهم في الكبة او تبشريهم عادي خالص، بس هاخد المية بتاعتهم بس، مش هاخد التفل. ممكن التفل تحتفظي بيه بكيس وتحطيه في الفريزر لأي حاجة تانية. تمام، انا خدت كده ميتهم. وهنزل بكوباية طماطم معصورة، برضو معصورة في الخلاط ومتصفية. هغسل بس ايدي من البصل وارجع لكم. وهاجي هنا ملح وفلفل ومعلقة توم مفروم. ركزوا بقى في التوابل كويس جدا. وهنا من كل حاجة معلقة كاري، 7 بهارات، سنة شطة، بابريكا، زعتر، وسماق. من كل حاجة معلقة صغيرة. معلقة خل كبيرة، ومعلقة زيت كبيرة. تمام. ومعلقتين كاتشب. لو ما عندكيش كاتشب حطي الصلصة الاكياس او البرطمانات اللي متوفر عندك بتديها لون حلو. هقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض كويس جدا. وعندي بقى هنا الفراخ. انا جايبه فرخه، كل ما تكون صغيره كل ما بتكون حلوه في السوا وطعمها بيبقى احلى. تقريبا كيلو 300 كيلو 400. وبقطعها كده القطعه على 2 أو 3. شايفين؟ بعمل لها كده فتحات عشان التتبيله تخش جواه. اغسلها كويس جدا بالملح والدقيق. وبعد ما بتتغسل خالص باخدها في ميه فيها معلقه قرفه وجنزبيل. كده انسي ان يكون في ريحه في الفراخ خالص. نزلتها بقى في التتبيله. بصوا غرقه بقى، شايفين؟ هي كده بتتبيلتها كده طعمها، سوري، ريحتها فظيعه. والله العظيم ريحتها فظيعه جدا. هسيبها بقى ليله كامله. لو قلتلك 3 4 ساعات يبقى بضحك عليكي. ليله كامله في التلاجة. تمام. هاجي بقى بعد كده، بعد ما اتبلت ده تاني يوم، بعد ما اتبلت وكده هجيب عندي المتوفر عندك. عندك صاج، عايزه تحطي تحتيه صينيه، عايزه تحطي تحتيه حله، اللي عندك ويريحك حطيه. انا هنا عندي صاج الميكروويف والشبكه بتاعته. حطيت من تحت كده في الصاج 3 ورق لورا وشويه روزماري وعود قرفه صغير. بيدي نكهه للميه اللي انت هتحطيها في قلبيه، بيديها نكهه حلوه. وهرص بقى الفراخ هنا كلها. انا بس برص براحة عشان الشبكة دي واسعة. هغطي بقى كده، لو في جلد ولا حاجة اغطي عشان اللحم ما ينشفش. خلاص انا رصيت كده الفراخ كلها. هنزل بقى بمية مغلية في الصاج من تحت. على فكرة انا ما حطيتش على الفراخ، انا حاطة في الصاج من الجنب. وهروح بيها بقى على فرن سخن، واسيبها تعيش حياتها لمدة ساعة او 2 حسب وزن الفرخة اللي انت جايباه. هي الوزن بتاعي ده خد تقريبا 2 ساعة. هي كده وهي في الفرن. بحطها بقى من تحت خالص في الفرن. وهي يعني تشتغل مع نفسها بقى براحتها. لما المية تنشف اللي في الصاج زودي مية تاني. هاجي بقى كده وهي في نص السوا مرميش التتبيلة. انا هسيب التتبيلة كل شوية افتح كده وبالفرشة ادهن الفراخ تاني. يبقى طعمها بقى تحفة. اهو مش شايفين؟ انا مرميتش التتبيلة، كل شوية افتح لما تنشف اروح مديها حبة من التتبيلة تاني. هاجي بقى معاكم هنا للسلطة. هحط معلقتين بصل مقطعه صغير. واحط معاه معلقه خل كبيره. وشويه ملح وفلفل وكمون. دي بهارات عندي، ملح وفلفل وكمون. وعصره ليمونه. تمام. هقلبهم بقى كده تقليبه كويسه. وهحط نص كوبايه ميه. وهسيب الكلام ده بقى كله في التلاجة لمدة نص ساعة أو ساعة. المية تشرب من طعم البصل وكله كده يبقى مية مية مع بعضه، يبقى حلو جدا. ولما هتطلع هقولكوا هعمل فيها ايه تاني. دلوقتي خلاص بعد تقريبا سبتها ساعة حطيت معلقة صغيرة بابريكا. شايفين بقى لونها بقى عامل ازاي؟ والمية شرب من طعم البصل. هنا بقى عندي خيارية، انا بحب اقطعه كده نصين، ما بحبش السلطة تبقى صغننة كده، يبقى
ما بحبهاش الصراحة، هي بيبقى نصين حلو جدا، ونص قرن فلفل وطماطم وشوية بقدونس. عايزة تحطي كزبرة وشبت حطي، بس انا اللي كان عندي حطيته. وهقلبها كويس بقى كده، وهرجعها تاني التلاجة لحد ميعاد الاكل. شايفين بقى الصوص بتاعها بيبقى حلو ازاي؟ الصوص ده اسمه الويسكي، يعني ربنا طبعا ما يكتب علينا الحاجات دي، بس هما بيسموا الصوص بتاع السلطة ده الويسكي. خلاص كده الفراخ الحمد لله اتعملت. حطيت بقى فيها فحمية، انا ما ولعتش عليها الشواية، هي اتحمرت كده كلها من حرارة الفرن، خدت اللون. وقدمتها بقى كده مع سلطة بابا غنوج وسلطة طحينة. انا في الفيديو الاول قدمتها مع السلطة بتاعت الحاتي، واللي انت عندك قدمي بيها. ويا رب تعجبك. لايك وشير. باي باي.